السفر يعتبر أداة من أدوات العلاج النفسي، وهو ما سنتحدث عنه اليوم، لأنه فكرة إيجاد علاج نفسي من خلال وسائل يمكن للشخص أنه يمارسها، فالسفر يعتبر أحد هذه الوسائل اللي بإمكان الشخص وضعها من ضمن أولوياته الأساسية اللي يجدد فيها حياته الشخصية، يغير فيها من مستويات الكآبة اللي قاعد يعيش فيها، يكسر الروتين اليومي اللي قاعد يمارسه في العمل أو في البيت. فتعتبر السعادة أو يعتبر السفر هو أساس من الأساسيات اللي ممكن للشخص أن يعتبرها أو يعتمدها ضمن الأشياء اللي يمارسها في خلال السنة لتجديد روحه النفسية وطاقته النفسية. فكرة السفر هي مبنية على الاكتشاف، على المغامرة، وهذين المعيارين يخلون الواحد ينشغل بالتفكير عن الأشياء السابقة. الإنسان إذا وضع أمام ضغوط نفسية وأمام ظروف معينة تجعله حبيس هذه الظروف، ينحصر التفكير فيها. لذلك يعتبر السفر هو الوسيلة التي يستطيع فيها البعد أو تجاهل هذه الضغوطات أو التخفيف منها أو حتى نسيانها مع مرور الوقت. لذلك فكرة الاكتشاف في السفر هي مبنية على التعرف، مبنية على زيادة الثقافة التي بدورها تقوم بعملية إغلاق للضغوطات السابقة اللي خلت الشخص في مرحلة من المراحل قد لا يستمتع بحياته في ظل الحياة العادية. ظروف الحياة المدنية المليئة بالعمل والزحمة وعملية السعي وراء الإنتاج، السعي وراء التطور والدراسة ومحاولة إدارة الحياة بصورة عامة، تجعل هذه الضغوطات كلها تجعل الشخص يمر بحالات من الاكتئاب أو القلق أو حتى الخوف، أو حتى ترفع عنده مستويات الغضب والتوتر. لذلك ضروري جدا يجعل الشخص من ضمن أولوياته واهتماماته فكرة السفر، لأنها تقوم بعملية التخفيف من هذه الضغوطات اللي تجعل حياة الإنسان النفسية في أسوأ ما يمكن. لذلك من أهم العوامل التي تدمر الشخص، وقد ثبت علميا أن حالات الاكتئاب كلما ارتفعت كلما دفعت الإنسان إلى التقليل من الجودة في العمل وإلى عدم الاستمتاع في الحياة، بل وقد تدفعه للانتحار. لذلك السفر هو علاج. يعتبر السفر قبل أن يكون تغيير مكان هو تغيير لما في الداخل، لما في داخل الشخص. لذلك الشخص إذا ما يتعامل مع دواخله، لا من ناحية عواطفه ومشاعره، لا من ناحية أفكاره ومعتقداته، لا من ناحية سلوكياته، كل هذه الأشياء الذاتية إذا ما يسعى الشخص لتغييرها ويضعها نصب عينيه حتى في السفر، وإلا لن يستمتع. فكرة السفر هي مبنية على أن الشخص يحاول الانغماس في ذاته، البحث عن الأشياء التي افتقدها طوال الفترة الماضية، البحث عن تحقيق الاحتياجات اللي تجعله في أعلى مستوياته النفسية من الحياة الإيجابية والجميلة.